السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أبو بكر بن عياش: كنت وأنا شاب إذا أصابتني مصيبة تجلدت وصبرت ورددت البكاء، فكان ذلك يزيدني ألما ووجعا. وفي يوم من الأيام سمعت رجلا يقول: خليلي يعوج عن طريق العواذل، إلى قوله: لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابل. يعني لعل أحيانا البكاء يسبب الراحة، يعني يأتي بعد البكاء الراحة ويذهب عنك الفتن والأمور التي تقلق راحتك. يقول: فلما سمعته كنت بعد ذلك إذا أصابتني مصيبة بكيت لأجلها فأجد راحة في نفسي، فكنت أقول: قاتل الله ذاك الأعرابي وهو ذو الرمة. يقول: كنت أقول: قاتل الله ذاك الأعرابي كان أبصر مني. أحيانا كثير من المشاعر إخفاؤها يسبب زيادة الألم. أحيانا نحتاج إلى إخراج مشاعرنا عندما نحب وعندما نثق فيه، فنخرج هذه المشاعر على صورة بكاء. النبي عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه إبراهيم، بكى على ابنه، على أصحابه سعد بن معاذ رضي عنه وغيره من الصحابة. فإخراج المشاعر هذا ليس فيه عيب، لكن ليس في كل مكان، وإنما عند أناس تثق فيهم تحتاج إلى إخراج مشاعرك. لا نكتم مشاعرنا، لا يجلس الإنسان دائما يخفي مشاعر ويظهر أنه بلا مشاعر ولا أحاسيس، وإنما أحيانا تحتاج إلى أن تبكي.